جريمة اللبيني الغامضة اللي محدش كان عارف حلها، وفجأة وزارة الداخلية في ساعات قدرت تحلها، وكان ضحاياها الأطفال دول وأمهم. إيه الحكاية؟ هقولك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدخل عمارة اتحول لساحة جريمة. طفلة نامت جنب أخوها وما صحيتش. الواقعة ابتدت لما أهالي منطقة اللبيني لقوا في أحد العمارات، وتحديدا في مدخل العمارة، طفل اسمه سيف الدين ميت، وجنبه أخته اسمها جنى عندها 11 سنة وهو عنده 13 سنة. هي كانت نايمة جنبه ومغمى عليها، محدش عارف يصحيها. اتوفت بعد كده في الفجر في المستشفى. وببلاغ من إسلام جمال المقيم في العقار، قال إنه لقى الطفلين، واحد ميت والبنت التانية خلاص قربت تموت، وكان معاه الفيديو ده. الفيديو اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده التوك توك اللي كان بينزل منه الأطفال ويرميهم في المدخل، وبعد كده التوك توك مشي. في الوقت ده تم البحث عن أم الأطفال، ما لقوهاش. تم البحث عن والد الأطفال، لقوه شغال فرد أمن في منطقة 6 أكتوبر. لما اتسأل عن الأولاد قال لا، أنا الأولاد سبتهم مع والدتهم من فترة، وبعدين هي خدتهم وسابت البيت وقالت إن هي راحة عند أهلها. ولما سألت أهلها عليها قالوا إن هي لا، ما جاتش، لا هي ولا الأولاد، وأنا ما أعرفش عنهم أي حاجة. وعلى فكرة والد الأطفال ما اكتفاش بكده، عمل كمان بلاغ بإن هي مختفية، لأنها المفروض سابت البيت وراحت عند أهلها، فما راحتش عند أهلها. تفتكروا راحت فين؟ بالتحريات أثبت إن الأولاد دول كانوا عايشين عند واحد. الواحد ده كانت كمان عايشة أمهم معاه. طب الأم فين؟ وعشان نوصل للأم كان لازم نعرف الأولاد كانوا فين. كانوا موجودين في شقة عند واحد بيشتغل في بيع الأدوية البيطرية، وبسؤاله قال حاجات محدش يتخيلها. هنا في واحد عيل ميت هنا والبنت نايمه على بطن اخوها اخته. قال إن أم الأولاد كانت عايشة معاه في شقته هي وأولادها ال3 لا لحظة واحدة، إحنا لقينا 2، التالت فين؟ هقولك. لما اعترف إن هي كانت عايشة معاه في الشقة، قال كمان إن هو شك في سلوكها الفترة الأخيرة، فقرر يتخلص منها. حط لها حاجة من المحل عنده للحاجات اللي هي بتستخدم للحيوانات كسم. بعد شوية تعبت وداها المستشفى، حط بيانات مزورة باعتباره جوزها وسابها ومشي. بعد 3 أيام خد الأطفال يفسحهم، والله راجل حنين. جاب لهم عصير حط لهم فيه نفس المادة السامة، بس أصغر الأطفال وكان عنده 6 سنين مرضاش يشرب. المهم الأطفال التانيين لما حسوا بحالة الإعياء وخلاص بيموتوا، خدهم في التوك توك ورماهم في المدخل ومشي. طب والطفل التالت؟ لا ما تقلقش عليه خالص، رماه في الترعة. دي نهاية حكاية وضعت وزارة الداخلية نهايتها في ساعات، لواحد استباح زوجة واحد تاني وعاشوا في الحرام فترة لحد ما هو خلص عليها وخلص على نفسه بالجريمة اللي عملها دي. قتل أم وأطفالها ال3 اللي ملهمش أي ذنب